بسم الله الرحمن الرحيم. درسامات تفسير كشافة أمي بخوين بإذن خدي تفسير سورة قل هو الله أحد، سورة إخلاص بست نابي أنا مشهورة، سورة توحيدية، سورة إخلاصية، سورة أساسا زعفنا به هنا. بلى موجود شار آياته أخوة على وهذا البيت بيقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ببيجا أي پیغمبر من الله يك بتنيا قوتن يا قو انسب لنا ربك وكان ربي خوش مالا بدأ تعريف كريم يا جوابا وايا قل ببيجا جوارا هو هو أوى يعني حال شان درم أبا تشيا الله أحد الله يك بتنيا معلوم أحد واحد أي فرق يبيجي الله الصمد الله تعالى أوى برجها حوجة دارا يعني حركس محتاجية أو محتاجة كسكينينة وكيكم عقيدة سيدة أحمد الخالد جد أخوان لم يلد ولم يولد كسجي تشي نبويا وأوجي كسي تشي نبويا ولم يكن له كفوا أحد تهم كفو شريجي جيرا نيل بلي. هو ضمير الشان معلوم الله أحد شان جيتشيا هو ضمير الشان إذا شان تشتا الله أحد أو تشتا مظن أو بيراكو إجوار بيقود تشتا الله أحد هو الشان كقولك هو شان أبا زيد منطلق كأنه قيل الشان هذا شان أب خويا وتشيا وهو أن الله واحد لا ثانية له يكب تنيا جير سانينينا يرسل إعراباوي بسكنين يرسل تركيباوي بسكنين معروف معلومات شاكم تقول ضمير الشان وري الجملة بخبر أو دوي جملة احتياج بالضمير نينا لو إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنى لا حاجة إلى العائد لو عيني وهي عيني وهي. فإن قلت ما محل هو قلت الرفع على الابتداء والخبر الجملة. فإن قلت فالجملة الواقعة خبرا لابد فيها من راجع إلى المبتدأ. قلت بيجي جملة كنت خبر مبتدأ لازم تبدأ ضميرك عائدك براجع المبتدأ. فأين الراجع؟ قلت حكم هذه الجملة حكم المفرد حكم وين حكم جملة وكي دنيا وكي مفردية في قولك زيد غلامك وتشوكوا زيد غلام كذا احتياجي بال ضمير بنينا في انه هو المبتدا في المعنى لولا زيد غلام يكتشتا وذلك ان قوله الله احد هو الشان الذي هو عباره عنه لجاء خبر جمله بحال شواهد بالناب وليس كذلك زيد ابوه منطلقون فان زيدا والجمله يدلان على معنى مختلفين معنى زيد تشتكى ومعنى ابي وابوه منطلقون تشتكي دنيا فلا بد مما يصل بينهما لازم عائدك ضميرك تشتكي هبه وارتباطه بربك بلي او دنك ان كيجان اويتي جي مدقي دنگ البامتنا نمسح اي تمام دنگ اي تمام. وعن ابن عباس قالت قريش دنگ تيها بالاجي يعني بالا ادم بامش دنك بتشوف التيم فهمنا كده دنگ بله اجي كوتي ولا herhalde جا سيداي قردارية والله دبي او بقدر قلاغلق بقلاغلق وكشينا سيدا بقلاغلق بخبر وكا يانقيت به ابي تشيك ان شاء الله بيدوز ألبوم واي في درست بلكي فرق بكي بلي. نعم. وقالت قريش يا محمد صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك الذي تدعون إليه نسبته وي بيغمبر خداي خبك جمرة بحصي بك وصفي بدا فنزلت يعني الذي سألتموني وصفه هو الله أبي كنت خوازن وصفي أزبدم أو الله خدايا هو الله وأحد بدل من قوله الله معلوم انك تخن الله احد مبتدا خبر تخن بدل والله احد بيجي او على
هو أحد يعني خبرتك محذوف إجا الله أحد. بلى أو يجوز أن يكون الله بدلا وأحد الخبر جي وهم أوجد شيء وهو بمعنى واحد. معلوم أحد بمعنى واحد. يعني شندان فرقة أحد أمزانه وواحد أحد واحد أحد هيك وواحد شيئا. لبي فرقة أحد وواحد شيئا. قال لك ويبقوا معلوم بيزن تذكر ما جيد جنب بين أحد بالتاني واحد يك مثل واحد يك أحد بالتاني نيك معنى وها واحد مقابل اثنين وثلاثة ده وأحد مقابل كسرة ده يقول لك بيجي الله الموسى ما نتقول أو على هو أحد وهو بمعنى واحد وهو بمعنى واحد. وأصله وحد أصل أحد يجي وحدنا وهو الكرن بهمزة. وقرأ عبد الله وأبي هو الله أحد بغير قل. تهنكي نين هرس إذا دبي فرقة أحد وواحد واحد بينا دبي هنكي طيبي. أنا أريد نقول أو أما أبا الله أعلم أبي بيجي راسنا نقول قيد شو ريد بيجي ما يقول خوارد بيجي نا. هو صاحب النهاية عن أزلي أنه قال أن الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد. تقول ما جاءني أحد يعني تبكس نعم. والواحد اسم بني لمفتتح العدد يجددو يعني تقول جاءني واحد من الناس أما تذكر ولا تقول جاءني أحد. فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير وكما قلت واحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير والأحد منفرد بالمعنى يعني أحد يكتيا معنوية يعني بالتانية واحد يعني يك. وقيل الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يسنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثله. واحد يقول بمعنى أبا ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى. واحد وأحد أبرة أنجل خضارة يقول تمام. وقال الأزهري في تفسير أسماء الله الحسنى الأحد من صفات الله التي استأثر الله بها فلا يشرك فيها شيء أحد أوها ولا يصف شيء بالأحد غير الله. لا يقال رجل أحد ولا درهم أحد يقال رجل واحد درهم واحد. باش. وقرأ عبد الله وأبي هو الله أحد ما بغير قل. وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الله أحد بغير قل هو. معلوم هذا هو كما قلت ممكن أكو ساعات فهم كربن يعني غلط فهم كربن يعني ودي خالد بيجي بسبب في قراءته نكو راستي أبهية قراءات قلت يا سورة الله أحد يعني نبي دانية نبي دانية وفهم كريه قل هو تدت لها. وقال من قرأ مزن وقال من قرأ الله أحد كان بعدل القرآن. تمام. من قرأ الله أحد يعني أبنابك جنابي سورة إخلاصة نكو معناه الله أحد بخوينا وقل هو نبيجا ابتدى لك دتنا بيجن دتنا طيبي ينجي كده سربت اشتغلي بأبناب الدليل بلي يعني قراءة الراس معلوم هيا ويدجي قراءة الشاذ اعتبار وانينا. وقرأ الأعمش قل هو الله الواحد أبجي قراءتك الشاذة. وقيل أحد الله الصمد بغير تنوين أبجي الشاذة عقبريد بدبئة اعتبار قراءة نينا أسقط لملاقاته لا متعرفة تبقى الله الصمد يعني ودي بيقول هو الله أحد الله الصمد يعني أحد الله الصمد نبي أحد الله الصمد يعني ونحن ولا ذاكر الله إلا قليلا. ايش غريب بيجي بيجي ولا ذاكر الله إلا قليلا يعني ولا ذاكر الله إلا قليلا. شو ناوي ده تنوين دابيجد ولا ذاكر الله درس ما يدهبو كدقو نبي يكي نبي كوريكي عبد الله ونبي كوريكي عبد الله أنا دونا دكوري أنا يك كسري يك فتحي شيء غريب يعني. والجيد هو التنوين معلوم وكسره لالتقاء الساكنين بلى. والصمد فعل بمعنى مفعول مأخوذ صمد إليه إذا قصده
دمكي وكي مجو الصمد يعني أبيكو دائما قصداوي تكرن من صمد إليه إذا قصده وهو السيد المصمود إليه في الحوائج بل وهو السيد المصمود إليه يعني المحتاج إليه في كل الحوائج بل أي يصمد إليه كل شيء أي الذي خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء من ماشي معنى تجي ليخصنا أما معنى خوشي معتبر أبا والمعنى إجا قل هو الله أحد المعنى بيبوتشي والمعنى هو الله الذي تعرفونه يعني أسبحسا تشتكي كهن زانم ناكم أسبحسا خدايا ودكم أسبحسا الله تعالى تكم أو الله تعالى وتعرفونه ونوينازكن وتقرون بأنه خالق السماوات والأرض وخالقكم نرباس به اقرار بربوبيته خود على شو وذكر وذكر يعني خالق السماوات والارض وخالقكم وهو واحد متوحد بالالهيه لا يشارك فيها كسكي مشاركي وينينا وهو الذي يصمد اليه يحتاج اليه كل مخلوق ولا يستغنون عنه تم مخلوق مستغنين بحوجين هنا خداي تعالى وهو الغني عنهم أو يكو غنية وبحوجيش تمام مخلوقه وشنو لم يلد شما لأنه لا يجانس حتى يكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا نوسا حاشا جنس كيوينين شو مقول أحد وواحدة شو تفسيرها وياها تفسيرها أحد وواحدة يعني ما دام أحد وواحدة ناخذ جنسك جيتنا حتى كوش جنسي ويجي هذالك ويهبه حتى توالد شبه وقد دل على هذا المعنى بقوله أن لا يكون له ولد أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يكون جنسك وي صاحبك وي هذالك وي نظيرك وي كنا بل ولم يولد لأن كل مولود محدث وجسم معلوم شخص يكون مولود به أو جهنجا بولده أو دبي حادث ودبي جسم حاشا خدا قديم لا أول لوجوده وليس بجسم ولم يكافئه أحد أي لم يماثله ولم يشاكله بمعنى كي لم يكن له كفوا يعني هم يعني مماثل ويتنا ويجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح يعني تريد أن بين فلان كس هم كفي فلان كسا يعني ميناوية ممكن يكون بين جوي معنى يجي يعني لم يكن له كفوا يعني نفيا للصاحبة يعني يكي كود النكاح هم كفيتنا يعني لم يكن له كفوا يعني هبالا ويتنا بمعنىها كناية ويشاري كناية شبيش صاحبته يعني شاي كود بين النكاح هم كف نفسه هم كف فلان كسا لما يجي كبير بزوجها هي إذا أبجي لم يكن له كفوا يعني لم يكن له يعني لم يكن أحد صاحبة له بل سأله أو مشرك مكي جير إيكي ديكشينين أن يصف لهم فأوحي إليه ما يحتوي على صفاته إجا أبجي يعني سبب النزول أبا كون مشرك مكة جير ديكشينين دبي كوصف ربي خبده وصف ربي خبده ويتعالى جي بآية نسر نازل دكين بل فقوله هو الله إشارة لهم إلى من هو خالق الأشياء وفاطرها هو أبيكو خالق هرتشتية وفاطرة يجتنبوني آنية وجودي ها أو هو الله خدايا إمام شاء تقول هو الله توساقود وفي طي ذلك دبن بيدة شتكبه وصفه بأنه قادر عليم هو أبيكو هنزان كو خالق وفاطرة الله نخوة شغل كو خالق به بوشي بمعنى قادر وعالم لأن الخلق يستدعي القدرة والعلم لولا خلق بقدرته بعلم شيء به لكونه واقعا لو خلق على وصف خلق انسان ومخلوقات نفس الكائنات خلقات دي على غايه احكام بسر التكوز ان بزرويده واتساق وانتظام والهبهاتي وبالنظام وبانتظام على مخلوقات كائنات خلقان دي نخوة لازمه قدرته علم برهبه وهم هروها شايفون بين هو الله
أم اعتراف بصدق وفي ذلك وصفه بأنه حي سميع بصير لولا نسمع به نحي به نبصير به دي سنكاري كائناتك بأواي بخلقين يعني أو هو الله بتشوش يعني هندك لإشارة كودك زحفنها لولا جوابش بو السؤال يا ما قلت جوابش بو السؤال وا إذا لقورا السؤال وان ويكو السؤال دكي هو إشارة فهم معنى توا دي دريخستن وشو وقوله أحد وكما قلت وصف بالوحدانية ونفي الشركاء فهم هو الله أحد أم هذا سر أحد أبا ما شركنا في كرن كما قول الصمد وصف بأنه ليس إلا محتاجا إليه يعني هركس محتاج وياه وإذا لم يكن إلا محتاجا إليه نخف هو غني تكس يعني كوجغيني كو هركس محتاج به نينا نمكي أو غني أو محتاج كسكين نينا وفي كونه غنيا مع كونه عالما ما هو غنيا وما بريجو إثبات كربوكو خالقه خالق بو سببكو عالمه نقول معناه بأنه عدل غير فاعل للقبائح طيب معلومة لك بري دا قديسة يعني أنه عدل خداي تعالى خدي عدالتك مطلقة تشتي قبيح تشيناكي يعني أو تشتي قبيح أو مخلوق عبدينا تدوسات غاز نفع عليه الشرية أو نفع الشرية لعلمه بقبح القبيح وعلمه بغناه عنه الشنجة معتزلية وقوله ولم يولد وصف بالخدم والأولية معناه لم يولد جي أو جي بوصفك خدا عقيدة وصف خدا أمددن معناه يبو قديمة وبأزلية لا أول له ولم يولد نفي للشبه والمجانسة لم يولد جي أم بيتش نفي دكين يعني التشبيه كيوينينا لم يلد نفي للشبه والمجانسة يعني تشوفوا مجانسك وحبالك وتنا حتى كو يكي جوا بولده ولم يكن له كفوا أحد أجي تقرير لذلك الجنسوي بيرك يتنبه كا أو تشواجب ولده نوصا لم يلد بلى لم يلد نولدان دي يعني مجانسة شبيه وي يعني بيرك كي كوش جنسي صاحبتك وتنا حتى كو ولدان بيتشي بأبدا وشوف فإن قلت الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم وقد نص سبويه على ذلك في كتابه فما باله مقدما في أفصح كلام وأعربه سبحان الله من الميزات أبحث له كفوا لم يكن له ولم يكن له لم يكن له نبحث له يتكي جرك كفوا له بيان له ولم يكن كفوا له أحد بلى نقول شو ما قلت ولم يكن له كفوا أو تقديم جار مجرور له كم بيجن شو ما مقدم بكريا وقد نص السبوي على ذلك في كتابه كوشا فما باله مقدما في أفصح كلام وأعربه أن أظهر أن معرب يعني أن عربي عرب لفظ أيوانيا يعني عربيتي آنيا اللي نزع في قياسي ظهرناك بل قلت هذا الكلام دبي محط أوها إنما سيقة إنما ذكر هذا ذكر كلام لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه يعني تشوفوا قصد ما أوك وأن بين كفو جو خدارتنا وهذا المعنى مصبه هو مركزه تشتشنا أنا هدفه مقصده مظنجي مركزه أصلي يكو أم بين سري أم بسكن تشتشته هو هذا ظرفه هو تقول محط فائدة محط الفائدة إنه فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقدم وأجراه بل نخوش بوي يمهم ويك وام اعتبار بيبكن أم بيش فبينن وأم ذكر بكن يك مهم كي جانا بو أو ظرف أو جار مجرور وش ما قول ولم يكن له كفوا أحد وقرئ كفوا بضم الفاء كافي والفاء قراءة عاصمة قراءة ماشوة وبضم الكاف والكسرها كفوا وكفوا ومع سكون الفاء معلوم مش غير كفوا كفوا وكفوا نعم البنية الانتصاب بنية تشكي قشت بجا
دبي حفصون بضمها وضم الفاء من غير همزة. نعم كفوا. بلي نقل السبوي أنه سمع بعض الجفاة من العرب يقرأ ولم يكن أحد كفوا له. بلي فجرى هذا الجرف على عادته فجفى طبعه عن لطف المعنى الذي لأجله اقتضى تقديم الظرف والخبر على الاسم. بلي. يعني وذلك أن الغرض الذي سيقت له الآية نفي المكافأة المساواة عن ذات الله تعالى، فكان تقديم الموافاة المقصودة بأن تسلب عنه أنه أولى، ثم لما قدمت لتسلب ذكر معها الظرف لتبين الذات المقدسة بسلب المكافأة. وقلت تلخيصه أن مراعاة المعنى الذي يقتضيه المقام أحرى وأحق وأقدم من مراعاة اللفظ والفواصل. يعني طبيعته ميكي عرب بلي جرى له البيبا أو له التشنبيني خصوصي آيري معنی کی فرقلی بده بار کردن لو ما بوده پیشان. إيه راسنا كويس. جزاك الله خير. كويس. بلي. خوش. فإن قلت لما كانت هذه السورة عدل القرآن كله، معلوم أم نابج عدل نفسه أو السيداتي بتشتي تقول يروى بفتح العين والكسر قال أفش العدل بالكسر إلى آخره. العدل والعدل بالكسر وتقول عندي عدل غلام عندي شانك. بلي. يعني والصحيح ثلث القرآن نفسه. يعني وقت دنجوي دنجا كده أما قل والله ندنجا قرآن ثلث القرآن والصحيح ثلث القرآن. روينا عن البخاري ومسلم ومالك وابي داود والنسائي عن ابي سعيد ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها، فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها يعني يراها قليلا بتشوف دبي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن. قال القاضي والاشتمال هذه السورة مع اقتصارها على جميع المعارف الإلهية والرد على من ألحد فيها، جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن لأن مقاصد القرآن محصورة تسيتشتا في بيان العقائد والأحكام والقصص. أما ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك. أوجه خوش بيشن مقصود مظن إجماع هر سياجي توحيد الخدايا نخش بوي قلتنا عدل القرآن كله. بلي وش لما كانت هذه السورة عدل القرآن كله على قصر منها وتقارب طرفيها. قلت لأمر ما يسود من يسود عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما خذ به لما يهتدي إلى قاله سيدا جنا الفيديو سيدا مالسي جنا الفيديو والله أنا مش نظام يعني ما قرأ التركيب نرى بيتشي لأمر ما يسود من يسود دبي عزمت على إقامة ذي صباحي من ما لا رجب الوضع جال تركيا من ما لا رجب تركيا من تسبجي ما لا رجب لأن ما يسود خوشها لأمر ما يسود من يسود يعني كسي كود بمظن جبت تشتكي مظن بمظن يعني هدف أوى كو توحيده جبوا يقول يا عدل القرآن كله يعني. رجب أولودا ولا رجب سيدا جاز لبنر ولا زعمت يا عربي فكرية جنسية تركي جالات تركي بنر زعمت والدوام كازي لبنر سيدا تمام. وما ذاك بس خذ بيجي معلوم يعني مقصودها ما تبليها ما ذاك إلا لاحتوائها احتواء السورة على صفات الله تعالى وعدله وتوحيده وكفى دليلا من اعترف بفضلها وصدق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إن علم التوحيد من الله تعالى بمكان وكيف لا يكون كذلك والعلم تابع للمعلوم يشرف بشرفه ويتضع بضاعته. دليل كافية من اعترف بفضلها وكفى دليلا من اعترف بفضلها وصدق بقول رسول الله فيها. وقول أن علم التوحيد متعلق بدليلا وتمييز
إجا وكفى دليلا شيء آلي بالدليل جي وأبا أو إنا نخوش بو حقا أنا دمكي أنا تيخواندن أي كفى ذلك من اعترف بفضل الصورة وصدق بقول الرسول دليلا جي على أنها دليلا على أن علم التوحيد من الله بمكانها أكوش بو بيقى طيبيت بجنوسا وديت ميزان من اعترف مفعول كفى والفاعل ما دل عليه لاحتوائها على صفات الله والضمير في بفضل الصورة تمام والصدق عطف على اعترف أوجه خوشة وبقول الرسول متعلق بصدقه أوجه تمام إذا وقوله أن علم التوحيد متعلق بدليلا وتمييز أي كفى ذلك كافية جبكي من اعترف بفضل الصورة أو كسر اعتراف بفضل بسورة وصدق بقول الرسول إذا تشي آلبة كافية دليلا على أن علم التوحيد من الله بمكان يعني بمكان عظيم بالنسبة يعني اللي بقى خدي دايره ومظنه اوكي ماشي. السماء والسماء إلى آخره. علم التوحيد من الله تعالى بالنسبة إلى الله تعالى بمكان عظيم وكيف لا يكون كذلك شوهنا به والعلم تابع للمعلوم معلوم يعني أمزانك علم علم حقي شدبه أو القروية يشرف قد شرف به بشرفه بشرف المعلوم أو علم ويتضع يعني ينقص كيم به يضع يعني وضع موضوع يعني ضعف إذا إذا خواري يتضع بضعته بكيمبونا ومعلومه ومعلوم هذا العلم والله تعالى وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز إن فما ظنك إذا نتأي بشرف منزلته وجلالة محله يبي علمي وإنافته على كل علم ومصداهيه لسر هر علمي واستيلاء على قصب السبق دونه وكل داهياوي هبه هر ميداني ده هر ميدان بيش بازيه ده ومن ازدراه فلضعف علمه بمعلومة أو يكون قيمتنا دي بعلمي توحيد بعلمي كيم ببينه أو جبوك علمي بمعلومتنا علمي بخدا عندك ضعيفة وقلة تعظيمه خدا وخلوه من خشيته وبعده من النظر لعاقبته. سيدة كلام كان سيدة از رجاكي بكم او كفى دليلا وصدقت وتركيب شواكر ولا سيدة لأن نخوان نوسا أري أنا ما كمان ايكو إنبا نابقين ولا تيت أو مالجورس طيبي تشكير كات تي بي وسا شينا كم قوتي كات تي بي لا تشيكي او بقول الرسول قول الرسول كو إنيا اللي باي قولي إنتي اريا نعم أنا قلت نبي غنبرك إن علم التوحيد نعم نميزة قوالد بشيء وصدق بقول الرسول دليلا على أن علم التوحيد من الله بمكان وي بشيء يبلين أو على تخفيف كذا إيش كل حرف جريج أن قياسية حسب حرف جريج أن النقطة ثانية بري النقطة ثانية بري يعني أخي غلطة وي أو غلطة يخوارد بيجي استيبيت بيجي أو غلط إعراب إن نينا مثل بيجي دليلا الخواري مثل على أن علم التوحيد من الله بمكانه خوش أنا خوش الطيبي خوش معنى بلى تا ملا رجب تقول تركياوي تقول خوازي بيجا أم دوامتك ملا رجب Sida dedi sabaha kadar kalmaya karar verdim ben. Kavminin efendisi olacak kimsenin efendi kılınacağı büyük bir işin için. يعني تبي حتى الشرقي مامة من قرار ده از مامة كاوي كيف ومزن قومي جبونا يعني دور مكيا Hatice koyunum Seda. ما يسود من يسود ما يسود من يسود يعني لأمر ما وأمر الشيء أو لأمر ما يسود ما يسود خوشة لتيت أو إقامة زي صباحا أو إضافة خوشة من شو نقول بدي على إقامة زي صباح يعني حتى شرقي شيال ماما من قرار ده على شفق الشامل إقامتي زي صباح خدش ترازي نقول شو سيدي ملا صالح ما شو تجي فهمت إقامتي زي صباحا سيدي ملا جمال شو فهمت دي بإقامتي زي صباحا يعني يخوض الصباح نوسان
سيدا وما مزيدة إبهامية أي لأمر إيه. عظيم أو تمام يسود من يسود. أو خوشة أو خوشة نشوف باشا، نقول برنامج ما ناقرة. تدنينا باشا معنا الشعرين ناقرة. لأمر عظيم يسود من يسود أو خوشة تماما أو عزمتنا بيجي هلا شيء اديسا تركيا يدخليني سيدي مال رجل بكونا أدرك يا بكونا ديزان Ve sabaha kadar kalmaya karar verdim ben. Ünlem işareti. Kavmin efendisi olacak kimsenin efendi kılınacağı büyük bir iş için. عزمت أوجه على ünlem. إقامة ذي صباح عجب عيني عبارة عيني الباوي يجي عربياوي كعربياوي بكون البا نسخاوي ده Nushavice ve عربية Türkiye. شعري فيا مرة عربي جتنا عربي. هي شو بالي هي عربي جي. Arabi şey kuda vedayesi da. أخي عربية شكل ويد كده. نسختي تركي ده فينا يكون ترجمة كلي Tercüme kili sadece Türkiye seda veya. نا عربية يتدوي ما أنا شايف Arabiye itedatınız. تنا. إيه تمام. سيدات دوام كأزبر كل النسخة كده بنير. أنا ليه هرب. باش ماله. باش براب قدر. اللهم احشرنا في زمرة العالمين سيدة. بك العاملين لك أيكو بتان زاننا وأيكو خالص مخلص جبو تعمل دكن القائلين بعدلك وتوحيدك أيكو عدالتها وتوحيدها قبول دكن اعتراف بدكن ودبن مكي مذهبه من ولو إشارات نبدي يجي أوا الخائفين من وعيدك بوتشي بو علم وعمل وعدل وتوحيد ووعيد شروطي وكيد او نا بينش كلمه هوا بينش كلمه انا معتزليه انا او تباغو باش مبادئ 5. مبادئ مذهب خوشي تذكر ما شاء الله وعيدك وتسمى سورة الأساسي شما نبي يجي أساسا بس نبي هنا من نقل كربو براس تجاركي لاشتمالها على أصول الدين لو أصل الدين أصول الدين معلوم التوحيد اللي سري تدايا وروى أبي وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أسست السماوات السبع أو حديثكم أقوي ورئبا أسست السماوات السبع والأراضون السبع على قل هو الله أحد يعني على التوحيد يعني ما خلقت إلا لتكون دلائل من دليل على توحيد الله ومعرفة صفاته التي نطقت بها السورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد قال وجبت قيل يا رسول الله وما وجبت قال وجبت لو جنت لو ركسك توحيدها خالص مخلص به بشك وبشبهه به أو بجمان هري جنته عقيدة مجيوسانة وحديث جي خوشة كأوي أحد نلبما هبو أو سكاتني بنينا خذي سيدة جاب بنينا أول شعري بالشكل كده يدقرن. دقيقة كنا أنا تتشاند بوش مرة أوي تركيا أوي كان كويا أخيد وده هيا اشترى سيدا هلا اشترى شرحوي بخوني هاي بوكنا هم ما نتابع كلام كده عزمت على الإقامة في الصباح وتأخير الغارة على العدو إلى أن يرتفع النهار ثقة مني بقوة عليهم وظفر بهم ثم بين أنه استحق أن يسود قومه بما عنده من صحة الرأي وشدة العزم فقال لأمر ما يسود من يسود حديث بيجا عزمت على الإقامة في الصباح وتأخير الغارة على العدو إلى أن يرتفع النهار بلى عزمت على الإقامة ذي صباحي الإقامة تنا عجبا على الإقامة ذي صباحي على الإقامة في الصباح دبيجي يعني أنا مقصد الإفلام أبي أمي رحت ببن هيك وش ترى عزمت على الإقامة في الصباح إيش خوش وهذا اللي قرانا أبي أما سيدة بلى الشاهد فيه يعني جر ذي صباحا بالإضافة اتساعا ومجازا والوجه في أن يستعمل ظرفا لقلة تمكنه وإذا جاز أن يضاف إليه فيجرد جاز أن يخبر عنه فيرفع فتقول سير عليه بلى أو قاعدة جديدة شغلات كبيرة بلى نبى يكون نلسر قاعدة زاننا مش نلسر قاعدة مشهورات يدا مجي خوش
جيبوا جيبوا. عزمت على الإقامة في الصباح وتأخير الغارة على العدو. تمام. إجا لي أمر ما يسود ما يسود أو جيب بالي ويدا يا أخوي يعني ما تكون نورمالة يعني إيكو كيمن قالك أو بمظنة قومي هذا وسط يعني الرأي يوم أبلي. أصابكم باشا أثابكم الله. سلام.